أهلا بيكم مشاهدين مطبخ الشيف خلود الهندي. دايما منوريني وطبعا بتشرفوني في قناتي، وطبعا دايما بيوصلني تعليقاتكم وبشكركم جدا على متابعتكم ليا. النهارده اعمل لكم وصفة جديدة وسهلة جدا وموفرة جدا وفي البيت وهتعجبكم بإذن الله. يلا بينا نعرف ايه هي مقاديرها. معانا كده كيلو من سمك السردين متنضف كويس جدا، ومعانا طبعا بهارات سمك كده متشكلة، معلقة من كل حاجة، معلقة كبيرة من بهارات السمك، معلقة شطة او نص معلقة شطة حسب ما انتوا بتحبوا حضراتكم، يعني الحاجة مثلا تبقى حر او لا. معانا نص معلقة كمون، طبعا كل ما نكتر كمون كل ما يكون احلى. معانا معلقة من الملح، ومعانا كده عصير ليمونتين، ومعانا كده معلقتين من الخضار المفروم سواء بقى كزبرة او بقدونس اللي موجودة عندكم، ومعانا راس من الثوم متقشرة زي ما احنا شايفين كده. وطبعا السمك بتاعنا ده هنعمله مشوي كده طبعا على النار. ممكن مثلا في جريل موجود عند حضراتكم عادي جدا ممكن تعملوا في جريل، او ممكن كمان نعمل الوصفة دي على الطاسة زي ما انا هعملها النهاردة معاكم بكل سهولة، واتمنى تنول اعجابكم. اول حاجة في وصفتنا النهاردة هناخد التوم بتاعنا في الكبة، تمام، ومعاه البهارات ومعاه عصير الليمون ومعاه الخضار. طبعا هناخد معلقه من الخضار او هناخد نص الخضار اللي قدامنا ده. طبعا هفرمهم جميعا مع بعض كده في الكبه او في الخلاط، وهجيبهم واتبل السمك بتاعي. طبعا انا يعني مش هجيب لكم الوصفه كامله، لان طبعا يعني هي الحاجه اللي انا بقولها دلوقتي موجوده عندكم، يعني انتوا تجيبوا الكبه او الخلاط بتاعكم وتحطوا فيه المقادير اللي قدامكم دي. حاجه سهله جدا وما فيهاش اي حاجه، يعني هي كده متفسره. انتوا بس كل اللي عليكم هتجيبوا كبه او خلاط، هتحطوا المقادير جميعا اللي قدامكم دي كده وهتحطوها في الخلاط، وتاخدوا نص الخضار اللي قدامكم ده. يلا بينا هنقوم نفرمها ونيجي نتبل السمك بتاعنا ونكمل وصفتنا، وان شاء الله هتعجبكم وهتكون سهله معاكم، وهتقولوا لي كمان يعني التعليقات بتاعتكم ايه رايكم فيها. دوت كده يا جماعه شكل التتبيله بتاعتنا بعد كده ما ضربناها في الكبه او الخلاط، والسمك بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. وطبعا اهم حاجه لما نيجي نسويه نجيب حاجه ما يكونش لاصقه، يعني مثلا طاسه جرانيت زي اللي شايفينها كده، او طاسه تيفال، تمام، عشان دي ما تكونش لاصقه واحنا بنشوي السمك. ممكن لو الجريل موجود تمام خلاص، يعني هو الجريل يكفي. اول حاجه هناخد السمك بتاعنا كده بالراحه، وهنتبل كده بالتتبيله اللي قدامنا دي كده زي ما احنا شايفين. بالراحة وبالراحة جدا هنفتح كده قلب السمك ونحط كده التتبيلة بتاعتنا فيها، تمام، ونحاول كده ناخد من التتبيلة ونحط في قلب السمك. هنكمل الكمية كلها ونحاول يا جماعة ان احنا ما نخلصش التتبيلة بتاعتنا، لان هناخد منها واحنا بنسوي السمك بتاعنا او بنشويه. هناخد منها نحط على وش السمك كده ونحط في الشوي بتاعنا، بيدي طعم حلو جدا وريحة حلوة زي ما احنا شايفين كده. بناخد كده الليمون ونعمل كده شكل حلو جدا في السمك بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين كده، حاجة كده جميلة. نكمل بقية التتبيلة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده تبلناه. هناخد بقى كمية التتبيلة الباقية المتبقية يعني او الباقية، هنحطها كده على وش السمك بتاعنا ده زي ما احنا شايفين كده اهي. هناخد كمان الكمية كلها ونحط كده على السمك بتاعنا زي ما احنا شايفين كده. تبلنا السمك. الخضار بقى اللي متبقي عندي ده انا هاخد كده احطه كده على السمك عشان يدي ريحة حلوة جدا وطعم حلو جدا للسمك بتاعنا، تمام. زيت خفيف كده في الطاسة، خفيف جدا، ندهنه كده بفرشة او ممكن معلقة زبدة، وارص السمك واحط عليه كده التتبيلة اللي انا عملتها الجميلة بتاعتنا اهو كده. السمك هوطي بقى عليه احطه كده على نار هادية جدا. اول كده ما نحس ان هو خد لون هنقلبه على الوجه التاني. اول ما احس كده ان السمك ابتدى ياخد لون بنقلبه كده على الناحية التانية بالراحة جدا كده. طبعا السمك ده مش بياخد سوا معانا، ونقدمه جنب اي رز كده احنا بنحبه زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله السمك كده اهو شويناه، هنطلعه بقى في طبق كده بالراحة زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله السمك المشوي
وعملنا جنبه رز، طبعا اي نوع رز انت بتحبيه ممكن تقدميه معاه كمان اهو. ما شاء الله الكمية بتاعتي تحفة جدا. اذا كانت وصفتي عجبتكم لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعلوا لي زر الجرس عشان كل ما انا انزل وصفة طبعا تتابعوها اول باول وتنول اعجابكم. اشوفكم على خير، مع السلامة.